تشير بعض الروايات دخلت مولاتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها على نبينا المصطفى، صلوا على النبي المصطفى بأعلى أصواتكم. قالت يا رسول الله لقد ذهب الرجال بكل شيء فما للنساء. يعني الرجل يجاهد يقاتل يعمل، ما هو دور المرأة يا رسول الله؟ قال إن المرأة إذا حملت كانت كالمرابط في سبيل الله بماله وبدمه. في مرحلة الحمل أشبه بالمجاهد في سبيل الله بالخطوط الأمامية بالمال وبالدماء. قال وإذا وضعت مرحلة الولادة، شوفوا ايش قد أجر المرأة في الولادة. قال وإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد إلا الله. يعني أجر هذه المرأة في الولادة ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإذا أرضعت، الرضاعة الطبيعية لا الرضاعة الاصطناعية، كان لها بكل رضعة عدل عتق محرر من ولد إسماعيل، كأنما احتقت رقبة في سبيل الله. وإذا أتمت من الرضاع ضرب ملك على جنبها وقال لها استأنف العمل فقد غفر لك. هذه أتعاب الأم، قداسة الأم لها تأثير كبير في نفوس العيال، يعني تأثيرها تقريبا 75%، يعني تأخذ الجانب النفسي والعاطفي من الأسرة.